اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان. معايا معجزه، معايا طفل عنده 9 سنين، بس في التحليل هتشوفوا حاجه ما شفتوهاش قبل كده. ساجد خالد النجدي. ساجد مشرفني. ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عايزك تعلي صوتك كده وتسمع الناس كده وتفهم تلعلع. ماشي ان شاء الله. شفت ماتش مصر وغانا؟ عجبك؟ كان الاداء متوسط فريقين. متوسط ليه؟ لان يعني منتخب مصر كان عنده حلول، مثلا الحلول الفرديه زي تريزيجيه. هو اولا كان كابتن مستر كوبر عمل حاجه حلوه قوي، ان هو لعب بطريقه دفاع، لانه لو غانا فرقه خطيره، لكن لو هو كان فتح خطوطه كانت ممكن غانا تروح بهجمات خطيره وتجيب فينا. لكن هو لعب بطريقه حلوه، ان هو قفل ولعب على الهجمه المرتده. بدايه ان هو عرفوا مفاتيح لعبنا زي محمد صلاح وتريزيجيه، ان هم قفلوا عليهم، فده اللي خلاهم يسيطروا على الجيم شويه. لكن احنا الحمد لله استغلينا غفوتهم الدفاعيه، ان احنا رحنا بكره تريزيجيه وخدنا منها ركله الجزاء، والحمد لله جبنا الهدف. مع بدايه الشوط الثاني نزل طلع باسم مرسي ونزل رمضان صبحي. نزل بقى رمضان صبحي لعيب بيعرف يتقل على كورته ويباصي ويسلم وكده، لكن هو شاف في ناحيه الجون كانت مرتده، شاف محمد صلاح متحرك عملها له، صلاح حطها لعبد الله، عبد الله حطها بمعلمه جت هدف. ونزل عمرو ورده ومؤمن، كان التغيير يضيع وقت لانهم مش محتاجينهم، يعني كان تغيير يضيع وقت. ما تقول لنا تشكيل منتخب مصر كده، فكر الناس بيه. فكرت اللي لعبوا بيه؟ عصام الحضري، احمد فتحي، احمد حجازي، علي جبر، عبد الشافي. نص الملعب طارق حامد والنني، قدامه محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وباسم مرسي. ده التشكيل. وتشكيل غانا كان بيلعب الحارس رزاق، وقدامه اماتري، ومن باك يمين كان هاريسون افول، باك شمال بابا رحمن، نص الملعب مبارك وكاسو وتوماس بارتي وايمانويل بادو واندريا ايو وكريستيان اتسو، والمهاجم جوردن ايو. مين اللي غاب عن المنتخب الوطني او ما لعبش وكان يفرق لو لعب؟ مصطفى فتحي كان هينزل برضو يحرك الجيم من ناحيه اليمين، كان هيعمل فارق مع المنتخب. هيعمل فارق مع المنتخب. وكوكا برضو كان بيبقى في تقيل في خط الهجوم. ليه بقى؟ لان هو مثلا الكرات العاليه بياخدها كلها، ان هو بسم الله ما شاء الله طويل في القامه وبيعرف يقطع الكوره، وبرضو يعني مهاجم كويس. مهاجم كويس. تشكيله بقى، نسيب المنتخب، تشكيله الاهلي. توقعاتك ايه الماتش الاهلي الجاي؟ يعني الاهلي عنده اللقاء الجاي مع الانتاج الحربي. مباراة صعبة بعد ما الانتاج كسبت الاتحاد برضو 1-0 بهدف وليد حسن. مباراة صعبة جدا، الانتاج بيحاول عايز يجمع نقاط عشان يبعد عن منطقة الخطورة. فهيبدأ الأهلي بشريف إكرامي، يبقى قدامه أحمد حجازي وسعد سمير، هيبقى أحمد فتحي وعلي معلول. نص الملعب هيبقى حسام غالي وعمرو السولية ووليد سليمان وعبد الله السعيد برضو وميدو جابر وجونيور أجاي. دي التشكيل الاقرب. ليه قلت السولية مش عاشور؟ لان السولية بيلعب بقاله كام ماتشات للاهلي كده، عامل فارق في نص الملعب ومتالق، يعني مثبت نفسه. طب مين هيقابله من الانتاج بقى؟ ممكن يقابله لا، تشكيله الانتاج يعني. تشكيل الانتاج هتبقى في حراسه المرمى عامر، قدامه فتح الله ولؤي وائل واحمد سعيد اوكا، وفي حسن الشامي. نص الملعب هيبقى سوسته وشهاب، قدامه وليد حسن وعمر السعيد وصلاح امين، وهيبقى ممكن اللاعب في وليد حسن، وممكن المهاجم الافريقي بتاع الاتحاد اميد اوكري. المهاجم الافريقي. طب وتشكيله الاتحاد المره اللي فاتت مع الانتاج؟ كانت في حراسة المرمى الحارس محمود السيد، قدامه أحمد السيد وبازوكا، كان محمود شعبان وهشام شحاتة. نص الملعب كان عاشور الأدهم ونور السيد، وقدامه أحمد الشيخ وكابونجو كاسونجو وخالد قمر ومحمد عادل. مين الفريق اللي أنت بتتفرج عليه في الدوري المصري وحاسس إن هو بيلعب كورة حلوة؟ نادي سموحة. طبعا نادي وادي دجله. سموحه وادي دجله. ومتابع وادي دجله كويس انت؟ عارف تشكيله؟ مين بقى؟ الحضري قدامه. عارف ان هم هيقابلوا بعض الماتش الجاي؟
الحضري عارف مين اللي بيدرب وادي دجله دلوقتي؟ اه مين؟ كابتن باتريس كالترون. لا مشي خلاص. بجد؟ اه لا. عارف ميدو بتاع الزمالك؟ اه جه جه. هو اللي هيمسك الماتش الجاي. هو ما كان عامل نتائج حلوه باتريس كالترون. اه بس هم خلاص يعني عملوا له حفله تكريم ومشوه. كل تشكيل وادي دجله. الحضري قدامه محمد انور ومحمود علاء، باك يمين مصطفى جلال، باك شمال السيد سالم، نص الملعب هيبقى نص الملعب في محمد هلال عطيه ومصطفى طلعت، وقدامهم في المهاجم عرفة السيد، ومن تحته هيبقى ممكن علاء علي، او غايب هيبقى محمد شريف وكريم ممدوح وحسام عرفات وعرفة. ده بالنسبه لوادي دجله. طب وبالنسبه لسموحه؟ سموحه هتبدا بابو جبل، قدامه باتريك مالو والسيد فريد، باك يمين هيبقى لاعب رجب بكار، باك شمال هيبقى عمر سعد، نص الملعب هيبقى احمد نبيل مانجا وعمرو المنوفي، قدامهم اسلام محارب واحمد تمساح وحسام سلامه باولو واحمد رؤوف. واحمد رؤوف. مين احسن لعيب بتحب تتفرج عليه في سموحه؟ اسلام محارب. اسلام محارب ليه؟ لعيب حريف وهداف برضو من تحت. باولو هو الهداف. ايوه باولو هداف، بس هو ايه لما يكمل بيعمل زياده، مع مثلا يعرف يسلم، يعمل سلو حلو، يعرف يرفع عرضيه لحسام يحطها كده. انت اسكندراني، بتشجع سموحه ولا الاتحاد؟ الاتحاد. الاتحاد. ليه بقى؟ ان هو سيد البلد. سيد البلد. ها؟ اه من زمان. مفيش حد بيحب الاتحاد. مفيش ايه؟ مفيش حد ما بيحبش الاتحاد في اسكندريه، ده فريق كبير. اتحاد سكندري. اه حتى اللي بيحبوا سموحه بيشجعوا سموحه بيشجعوا برضه الاتحاد. طب اما الاتحاد يلعب سموحه الناس اللي بتعمل ايه؟ مثلا اللي بيحب الاتحاد بيشجع الاتحاد، واللي بيحب سموحه يشجع سموحه، واللي بيحب الفرقه الاسكندرانيه يشوف بقى الكوره اللعبه الحلوه. يشوف اللعبه الحلوه. اه طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ الزمالكاوي. زملكاوي. رايك ايه في فرقه الزمالك؟ هي فرقه جميله جدا، وسياده المستشار مرتضى منصور دعمها بصفقات جامده، جاب اللعيبه الممتازه في الدوري وجابها نادي الزمالك. فعلا؟ مبسوط انت منه؟ عامل انجازات للنادي. ايه بقى؟ ان هو واخد معانا كاس مصر مده 3 سنين او 4 سنين. في كمان جايب لنا صفقات جامده جدا في الدفاع زي محمود حمدي الونش ومحمد مجدي. جايب كمان في الباك يمين اسامه ابراهيم وحسني فتحي وشوقي السعيد، دول من احسن الباكات. في بقى علي فتحي باك شمال ومحمد ناصف. هيبقى في نص الملعب جايب دونجا، وجايب مين تاني، جايب ابراهيم صلاح من اعارته. وهيبقى قدام جايب احمد رفعت ومسعد وريكو، وجايب مرجع احمد جعفر، وجايب ستانلي طبعا الصفقه السوبر. ها؟ صفقه جامده. عارف بكام دي؟ لا. 9 مليون جنيه اعاره في السنه، بس تستاهل. طبعا ده لعيب جامد قوي. طب وايه رايك؟ فارق مع الزمالك. ايه رايك في مؤمن سليمان؟ مدرب طموح وشاب، وعمل برضو حاجه حلوه ان هو صعد مع نهائي افريقيا. ما حالفناش الحظ عشان كانت الظروف وكده، اللعيبه كانت قليله. لكن كسب النادي الاهلي فريق كبير بكاس مصر. يبقى مدرب حلو. مدرب حلو. طيب بتتابع صلاح في روما؟ عارف الفرقه روما كويس؟ حافظها؟ عنده الحارس سيزيني، قدامه مانولاس وفازيو، باك يمين برونو بيريز، باك شمال جان خيسوس، قدامه دي روسي وشتورتمان وناينجولان، قدامه محمد صلاح وستيفن الشعراوي وإيدن زيكو. ومتابع النني؟ في ارسنال؟ بيلعب مع مين؟ بيلعب الحارس اوسبينا او بيتر تشيك، قدامه متر ساكر وكوسيلي، باك يمين هيبقى هيكتور بلرين، باك شمال هيبقى كيرون جيبس، نص الملعب هيبقى محمد النني او ساعات بينزل بديل، هيبقى رمزي وشاكا، وقدامهم اليكسس سانشيز ومسعود اوزيل، والمهاجم اوليف جيرو. الكرة الإيطالية أحلى ولا الكرة الإنجليزي؟ الكرة الإنجليزية أحسن دوري في العالم. الدوري الإنجليزي. بس الكرة الإيطالية ممتعة.
تمام، ممتعه وبتلعب بشكل مختلف. صربيا بيقولوا اصعب تشكيل في العالم. عارف برضه عارف منتخب صربيا؟ مين بقى؟ هاندانوفيتش، قدامه فيديتش وسوبوتيتش، باك يمين ايفانوفيتش لاعب تشيلسي، وباك شمال كولاروف لاعب مانشستر سيتي، نص الملعب ماتيتش لاعب تشيلسي برضو، ولاجيتش لاعب روما، وفيدو جوريتش وماركوفيتش المعار من ليفربول، وفي متروفيتش المهاجم، وستيفانوفيتش. انت مين اللي بيحفظك الحاجات دي يا ساجد؟ متابعة الكورة. ها؟ متابعة الكورة. متابعة الكورة انت لوحدك؟ يعني مفيش حد، اخوك باباك، مفيش حد؟ لو ما عندهم معلومه انا مش عارفها بيزودوها لي، لكن انا بتابع الكوره والمعلومات الكتير دي انا اللي جايبها. انت اللي جايبها؟ يعني مفيش حد فيهم بيقعد يظبط معاك الدنيا؟ لا. طب هم عارفين كل المعلومات دي ولا انت اللي بتعدل لهم ولا ايه؟ ده انا اللي بحفظهم التشكيل. انت اللي بتحفظهم، ما عندهمش خلفيه؟ ساعات مثلا حد يبقى اللي بيلعب في كذا بيقول، طب بساله في لعيب يقول لي كذا، اقول له ده ماشي من زمان، فيبقى عارفها بقى. ما يعرفش ان هو ماشي من زمان. اه. بتحب مين من المعلقين؟ كابتن مدحت شلبي. كابتن ايمن الكاشف. كابتن ايمن الكاشف. تقلدهم؟ خش على الكابتن ايمن. كرة على طول في وسط الملعب، محمود فتح الله، كرة على طول، لكن بنقول لسه بنقول الحلول الفردية هتفرق. عمرو جمال، كرة على طول وجول، لسه بنقول الغزال عمرو جمال. طب خش على الكابتن مدحت. كرة عطيرة، ماشي الفراشة، عرضية وهوبا ويا خطيرة، يا نهار أبيض، إيه الحلاوة دي يا ابني، عاملها له جاتو والله عالمي. لكن لسه بيقول إيه كمان، هلا لازم يوري له العين الحمراء، وأصبح خلاص جراند اوتيل. ساجد، شرفتني نورتني. بشكرك، ودايما متألق كده، وما تكبر تيجي تحلل معانا بقى ان شاء الله، وتقعد وتذيع. عايز تطلع ايه؟ لعيب كوره. بتلعب كوره كويس؟ فين؟ كنت بلعب في الاتحاد وهكمل لسه ان شاء الله. هتكمل؟ يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. بشكرك يا حبيبي. الله يخليك. خلصنا فقرتنا الثانيه النهارده مع معجزه ساجد خالد النجدي، حاجه اسم خليكم دايما فاكرينه. انا الحقيقه يعني عندي حاله ذهول، ربنا يحميه ان شاء الله باذن الله.